مجلس قضاء الجزائر العاصمة نظم الخميس يوما دراسيا بعنوان تجريم أعمال الغش في الامتحانات، تناول فيه أهل القانون وكذا التعليم عرض الأسباب والشروط المقترنة بجنحة الغش بكل أنواعه وكشف العقوبات. ظاهرة استفحلت مؤخرا بسبب استعمال وسائل متطورة على غرار مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقنيات جديدة يعني متطورة بحيث أنه لا يمكن كشفها ورصدها إلا بعد وقوعها. المشرع الجزائري سارع إلى إقرار قانون ردعي في حق المتورطين بقضايا الغش أثناء الامتحانات الرسمية، عقوبات ردعية وصارمة بداية من 1 سنة وحتى 15 سنة حبسا بحسب فئة التهمة. جوان 2020 منذ سن القانون، والقضايا التي طرحت الحمد لله حاليا ما عدناش نسمعوا غش وتسريب بطريقة ممكن حالة أو حالتين. القانون ليس وحده من تسبب في تراجع حالات الغش، قطاع التربية هو الآخر كان له دور هام في هذا الموضوع، يقول الدكتور جمال خفيف. لأن وزارة التربية كذلك بدأت بدراسة ما هي الأسباب الحقيقية التي تؤدي الغش، وهي الآن تعالجها، مثلا تخفيض عدد طلبة في الأقسام، مثلا نزع القلق من عند الطالب، طريقة تسيير الامتحان. بتطور الجريمة يتطور القانون ومنه العقوبات. المشرع الجزائري أراد ضمان سير الامتحانات الرسمية في هدوء تام بقاعدة تكافؤ الفرص ومنع السطو على مجهودات الآخرين.